سنة من السنين في مطعم في نيويورك، مطعم صغير جدا للنودلز، يعني حرفيا بيبيع شوية مكرونة في شوربة. الناس واقفة عليه بالطوابير في عز البرد، طوابير وزحمة والناس بتصور، وناس جاية من ولايات تانية مخصوص علشان تاكل في المكان ده. بس المفاجأة لما الناس جربت المطعم لقيته اللي هو عادي جدا. كل الآراء بتقول ان المطعم ده ما فيهوش أي حاجة مميزة. ليه ناس مستعدة تفضل مستنية بالساعات علشان بس اللي هي تاكل في مطعم، وازاي في مطاعم تانية أحسن وأنضف وأرقى ومحدش مهتم بيها؟ والسؤال ده هو السؤال اللي بيطارد أي حد بيعمل اي حاجه دلوقتي على السوشيال ميديا. ليه في فيديو بيجيب 10 مليون مشاهده وفي فيديو تاني متعوب عليه جدا وبيجيب 300 فيو؟ ليه في شخص عادي جدا بيبقى مشهور قوي وفي شخص موهوب فعلا ومحدش عارفه؟ طب ليه في ناس اول ما بتنزل منتج الناس بتجري تشتري منها، وفي ناس تانية بتنزل بوستس طول السنه ومفيش حد بيعبرها؟ وطول الوقت يا جماعه ارفعوا ريتش، يا جماعه اعملوا كومنتس، اعملوا لايك. لو جيت سالتك دلوقتي ايه هو الماركتنج، غالبا اول حاجه بتيجي في بالك الاعلانات. الاعلان الرخم اللي بيطلع لك على اليوتيوب اللي انت تكون مستني 5 ثواني يعدوا علشان تعمل سكيب، وعامل الماوس كده عشان تكليك علشان تسكيب الاعلان. الايميل اللي بيجي لك وبيقول لك congratulations you have been selected مع انك عمرك اصلا ما قدمت على حاجه. او مكالمه اللي بيجي لك الساعه 2 الظهر وفي عز ما انت نايم وبتصحيك وبتقول لك مبروك كسبت شقه في العاصمه الاداريه. الاعلان اللي عاجبك شكله وبتتفرج عليه وانت متاكد مليون في الميه اللي انت مش هتشتريه، وده اللي اغلبنا فاكر اللي هو الماركتنج. الصوت العالي والالوان والخصومات والصريخ والزعيق، ايه اللي هيشتري دلوقتي قبل ما العرض يخلص؟ بس افاجئك ان ده مش ماركتنج. في نوع تاني خالص من التسويق، لما صاحبك يقول لك في مطعم حلو قوي روح جربه، انا باكل منه على فكره كل اسبوع، وفجاه تلاقي نفسك رايح من غير اي اعلان ولا اوفر ولا خصم. او لما شركه تانية تعمل برودكت يبقى جزء من يومك، لو اختفى بتحس ان في حاجه غلط. او لما بتتفرج على فيديو وسكرول على فيديو تاني على فيديو تالت على فيديو رابع على فيديو عاشر لنفس الكونتنت وانت مفيش حد قالك اتفرج عليه. اخطر انواع الماركتنج واحلاهم، لان النوع ده مش بيجبرك ان انت تشتري حاجه، هو بيخليك انت عايز تشتري الحاجه، وده الفرق كله. النهارده هنتكلم عن كتاب بيشرح ليه بعض الافكار بتنتشر جدا وبعض الافكار التانية مفيش حد بيعرف عنها اي حاجه، وليه في ناس بتبني جمهور لويال جدا مهووس بيها طول الوقت عايز يتفرج عليها، وفي ناس تانية مفيش حد يعرفها مهما عملت، وليه في ناس بتصرف ملايين وما بتوصلش لحاجه، وناس بتصرف بادجت قليله جدا وبتوصل لكل الناس. الكتاب اسمه This is Marketing. كاتب الكتاب ده اللي هو زيث جودن، من افضل الناس اللي في العالم اللي غيروا تفكير الشركات والافراد في الماركتنج. الراجل كتب اكتر من 20 كتاب ترجموا لعشرات اللغات، وشركات بمليارات الدولارات بتعتبر كتبه من المراجع الاساسيه ليهم، وان واحد من الناس اللي غير تفكير الناس في الماركتنج في وقت اللي كان كل الماركتيرز بيفكروا في حاجه واحده بس: مين هيكون صوته اعلى، مين هيعمل اعلان اضخم، مين هيعمل اعلان ميزانيه اكبر، مين يقدر يخطف الانتباه اكتر. جودن كان واقف في ناحيه تانية خالص بتفكير مختلف تماما عن الناس بتاعه الماركتيرز في الوقت ده. قال لك طب ما نجرب نفهم احتياج الناس دي ايه، ودي الفكره اللي الكتاب كله مبني عليه. ماركتنج من وجهه نظره انك تخلي حد يتحرك من نقطه لنقطه، مش من مهتم لمهتم، ومش من واثق لان انا عايز اجرب، ومن معرفش انت مين اللي انا بحب البراند ده جدا. لان فجاه التسويق مبقاش اللي انت تبيع منتج، بقى فهم البشر، فهم خوفهم، رغباتهم، والصوره اللي نفسهم يشوفوا نفسهم عليها. عشان كده جونن قال ما تبداش بالمنتج، ابدا بالناس فعلا اللي انت عايز تخدمه. زمان كان التسويق سهل جدا. ازاي؟ عندك فلوس اشتري اعلان، الاعلان يوصل لناس اكتر، منهم ناس هتشتري، اشتري اعلانات اكتر، بيع اكتر، وكان ده شغال، ما كانش فيه اي مشكله في الوقت ده. في عصر التلفزيون والراديو كان عندك عدد محدود جدا من القنوات، ففرصه اللي انت تعمل اعلان وبلد كامله تشوفه كبيره جدا. لكن بعد دخول الانترنت، الايرا اللي بعد دخول الانترنت، جودن بيقول في الوقت ده جمله عظيمه جدا: الانترنت هي وسيله الاعلام الوحيده في التاريخ اللي المسوقين ما اخترعوهاش. التلفزيون اتعمل علشان اصلا يعرض اعلانات، والراديو اتعمل علشان يذيع اعلانات، لكن الانترنت اتعمل علشان الناس تكلم بعض. فالماركتيرز دخلوا الانترنت بنفس العقليه القديمه. عملوا ايه؟ سبام ايميلز، اكسب ايفون مجاني، الحق العرض، عملوا كل الحاجات اللي كانت بتتعمل في الوقت القديم. عارف الناس بقى عملت ايه؟ عملت ادز بلوك، اسكيب اد، عملت اجنور، عملت ميوت، عملت ريبورت سبام. الانسان دلوقتي بقى طبيعي جدا يشوف اعلان يبقى عايز يهرب. حرفيا الناس بقت تحفظ المكان بتاع الاسكيب في اليوتيوب او في ريلز في السوشيال ميديا. وده لان اغلب الناس اللي بتعمل ماركتنج مش بتبنيها على الفاليو اللي بتديها للناس، مبني بس على الاتنشن، ازاي اخد الانتباه بتاعك، ازاي اعمل هوك اخليك تتفرج على الفيديو. وده للاسف فرق كبير جدا من الناس تشوفك والناس تهتم فعلا. في ناس عندها ملايين المشاهدات ومحدش بيثق فيهم، في ناس عندها جمهور صغير جدا ليميتد جدا والناس مهتميه بيه جدا، تاخد الاتنشن سهل نسبيا، لكن اللي انت تاخد التراست بتاع الناس ده صعب جدا. وجودن بيشرح حاجه مهمه جدا في الكتاب، بيقول ان الناس لما بتروح تشتري منشار اللي هو بيخرم خرم في الحيطه، هما مش بيروحوا يشتروا منشار ولا بيشتروا الخرم اللي عايزين يعملوه في الحيطه، هو بيشتروا احساس اللي هو خلى الاوضه بتاعته شكلها احسن، خلاها منسقه ومرتبه، خد الاحساس
الاحساس اللي هياخد فيما بعد الخرم اللي هو كان محتاج اللي هو يعمله في الحيط. الناس عايزه الاحساس اللي هيجي لها لما الاوضه بتاعتها تكون مترتبه. ده معناه او ده بيوصلنا المعنى اللي الانسان مش بيروح يشتري الشيء، بيشتري الشعور من وراء الشيء، بيشتري الاحساس اللي خده من وراء الشيء ده. وده بيفسر ليه حد بيروح يشتري عربيه غاليه جدا ملايين مصممه اللي هي بتسوق في صحراء وهو عمره ما ساق في الصحراء، او حد بيروح يشتري ساعه ب 2000 دولار طعمه 200 جنيه بتعمل نفس الحاجه. وليه في ناس بتروح تشتري من ستاربكس؟ هل فعلا القهوه هناك احسن قهوه في العالم؟ بس ستاربكس مش بتبيع قهوه بس، ستاربكس بتبيع لك مود، صوره اجتماعيه، حياه شكلها مترتب منظم. وهنا الكتاب بيقول لك ان الناس مش بتشتري البرودكت، هي بتشتري النسخه اللي هي نفسها تكون عليها. جودن حكى قصه عبقريه جدا. مره جودن فتح مشروع كان بيبيع نظارات رخيصه جدا للناس في قرى فقيره، وناس كتير كان محتاجه النظارات اللي هو كان بيبيعها لان سنهم كبير وما كانوش بيقدروا اللي هم يشوفوا بشكل كويس. فهينزل يحط النظاره بتاعته اتباعت. الفريق بتاعه راح عشان ينشر النظاره دي في المكان، بس المفاجاه اللي الناس ما اشترتش النظارات. عمل اناليسيس كتير جدا عشان يفهم ايه الوضع وايه اللي حصل وليه الناس ما اشترتش. لقوا ان المفاجاه الناس دي عندها باد اكسبيرينس من الاعلانات، من فكره الاعلان، فكره اللي انا بروج لشيء، بعمل بروموشن لشيء. المبلغ القليل بتاع النظاره اللي هم بيدفعوه حسوا ان هم اتضحك عليهم، فهم هيزعلوا لفتره طويله جدا لان التسويق عندهم كان مخاطره. لو دفعت فلوس كتير في حاجه غلط هندم عليها لوقت طويل جدا. فجودن راح غير الجمله دي، من بدل تحب تشتري نظاره خد النظاره دي جربها، لو عجبتك ادفع فلوسها، لو ما عجبتكش رجعها لنا تاني. المفاجاه ان المبيعات اتضاعفت وكل الناس راحت اشترت النضاره. وده حصل ليه؟ لان الناس بتكره الخساره اكتر ما بتحب المكسب. احيانا المنتج ما بيكونش فيه اي مشكله، بس الطريقه اللي انت بتحاول تبيع بيها المنتج بتاعك هي المشكله. اكبر غلطه ممكن ان انت ترتكبها في حق البرودكت بتاعك اللي انت تقول ان انا هبيع البرودكت ده لكل الناس، هبيع المنتج بتاعي لاي حد. بيكون النتيجه المباشره ده ان مفيش حد بيشتري منك حاجه. جودن بيقول لما بتتكلم مع كل الناس انت ما بتتكلمش مع حد خالص. دي نقطه مهمه جدا لاي حد بيعمل محتوى، اي حد فاتح مشروع، اي حد بيبيع منتج او حتى بيبني بيرسونال براندنج. مش لازم كل الناس تحبك، انت محتاج الناس الصح بس اللي هي تحبك، ان الناس تقول اخيرا في حد شبهنا. وده اللي بيسميه اصغر سوق قابل للنمو. مجموعه صغيره بس فعلا بتحبك، ده اهم كتير جدا من مليون متابع مش فارق معاهم انت مين. وفي جمله تانية مهمه في الكتاب بتقول people like us do things like this، يعني الناس اللي شبهنا بتعمل الحاجات دي. وده تقريبا المحرك السري للبشر. ليه احنا طول الوقت بنبص حوالينا وبنسال من غير ما ناخد بالنا الناس اللي شبه بيلبسوا ايه، بيروحوا فين، بيستخدموا ايه، بيسمعوا مين. وده سبب ليه الترندات بتنتشر وليه الناس بتقلد بعض وليه البراندات القويه بتبني احساس بالكوميونتي. شركه زي شركه ابل كوميونتي، وفي ناس فعلا فاهمه ان هي اذكى لمجرد اللي هي ماسكه ايفون. والماركتنج الحقيقي اللي هو مش بيبيع برودكت، هو بيقول لك تعالى خليك شبهنا، تعالى خليك في الكوميونتي بتاعتنا، انت واحد مننا. وفي النهايه حابب اقول ان جودن بيقول ان الماركتنج او التسويق مش حرب، هو مش لازم تاخد اتنشن بتاع الناس اكتر. الماركتنج الحقيقي هو انك تساعد شخص يتحول لنسخه احسن منه. ولو قدرت ان انت تعمل ده انت بس مش هتخلي الناس تشتري منك، الناس هتحبك وهتحكي عنك وهتفتقدك لو اختفيت وهتدور عليك. ولو وصلت معايا لصديقي لحد هنا فانت فهمت ان التسويق او ماركتنج مش مجرد بيع. التسويق الحقيقي هو ان انت تخلي حد يشوف نفسه بشكل مختلف. انا بشجع ريكس. لو عايز تعرف اي حاجه تخص الماركتنج او التصوير اعمل فولو لو انت على انستجرام او فيسبوك او تيك توك. ولو الحلقه دي عجبتك اعمل سبسكرايب عشان تستنى الحلقات الجايه. سلام.